ورحمة الله وبركاته. النهارده وصفتنا البانيه المشوي: زعتر، سماق، جنزبيل، بصل بودر، فلفل اسمر، زعتر جاف، ملح. ومع كده احط معلقه كبيره صويا صوص، معلقه كبيره خل، ومعلقه كبيره صلصه، وهدوبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بالبانيه بتاعنا. الزعتر الجاف بيديله طعم فظيع يا جماعه، بجد جربوه مش هتندموا. هغطيها واسيبها ساعتين على النار كده. حطيت فيها شويه زيت، ونزلت عليهم ببصلايه وقرن فلفل صغير، هديهم تشويحه كده. بعد كده هانزل عليهم بالطماطماية الصغيرة مقطعينها. معايا بقى كده التوابل بتاعتي: عود قرفة، معلقة كبيرة كركم، ربع معلقة قرفة بودر، فلفل اسود، زعتر، بصل بودر، جنزبيل. لو في بهارات كبسة حطوا منها. حط بقى الملح بتاعي، وحط المية البسمتي. الكوباية الرز بتاخد كوبايتين مية، انا مش بنقعه. واسيبه بقى يغلي كده واغطي عليه، واول ما يشرب حوطي. هنا بقى معايا الجريل بتاعتي، مسحتها كده بشوية زيت صغيرين، وهنزل عليهم بالبانيه بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا خطيرة يا جماعة وتحفة. ما عندكيش يا جريل ممكن عادي طاسة تيفال. هنا بقى شوية مكسرات صغيرين حمرتهم كده في شوية زيت وحطيتهم فوق الرز. ايه رأيكم بقى؟ عملت شوية طحينة، وعملت بطاطس دي انا مفرزاها في البيت، والطحينة برضه انا عاملاها في البيت ونزلت القناة على القناة. وهنا السلطة بتاعتنا. يا رب الوصفة تعجبكم.